ازيكم عاملين ايه طلبة تالتة ابتدائي؟ هنحل مع بعض النهارده اكسرسايز 28. انا طبعا اكسرسايز 27 ده ما فيهوش حاجة، ده زي اللي اتعلمناه في الحصة. ما فيهوش حاجة، هو كل الحكاية سؤالين، مرة هو مديك الشكل جاهز ومرة انت اللي هترسم بس. فاكسرسايز 27 ما فيهوش حاجة زي اللي زي الورق بتاع الحصة وزي اللي اتعلمناه في كتاب المعاصر. بص على السؤال بتاع كتاب المعاصر هتفهمه. هنخش مع بعض النهارده على exercise 28 في الشابتر الجديد شابتر 12 lesson 1 على creating halves with non-routine ways. دي ارقام تليفوناتي اللي حابب يتواصل معايا. طيب هنا كده في اول سؤال بيقول لك ايه؟ بيقول لك هنا كده circle the shapes، يعني بيقول لك حط دايره على الاشكال below that show one half colored، يعني ايه اللي بتعبر عن ان ايه نصها متلون. طبعا احنا زي ما قلنا عشان اعمل وان هاف فلازم النص متلون والنص مش متلون. تمام. طيب انا بس كل الحكايه هاخد معاك اف وهاخد معاك اي جي عشان الاتنين دول رخمين. طيب اف دلوقتي، هل الاتنين دول يا مستر قد بعض في الالوان؟ اه. ايه ده؟ طب عرفت ازاي يا مستر؟ دلوقتي احنا كنا واخدين الشكل القديم بتاعنا او الشكل اللي كنا متعودين عليه في الهاف في الدرس اللي قبل كده، ان احنا كنا بنلونها جنب واحد، ودي سهله وباينه قوي ودي سهله وايه وباينه، ما فيهاش اي مشاكل، ما فيهاش اي مشاكل. فانت كنت بتقول لي خلاص هنا ايه 1 هاف جاهزه ما فيهاش اي مشاكل. طيب المره دي بقى ايه؟ هل هنفضل كده صغيرين؟ لا يا مستر، لازم نكبر. فالمره دي ايه اللي حصل؟ بدل لما انا كنت ملونك دي كلها انا عملت حفره. عملت ايه؟ حفره. فبقيت ملون جزء كده بس، هنا بقيت ملون ايه جزء هنا كده بس، والجزء ده مش ملونه. طيب هل كده يا مستر بقت صح؟ لا يا مستر، ليه؟ بقت الحتة اللي مش متلونة بقت أكتر. أنا المفروض دي كانت تتلون بس ما لونتهاش فبقت حتة حفرة. يبقى أنا من حقي إن أنا كمان أجي هنا وأعمل نفس الحفرة بس ألونها، وأعمل نفس الحفرة وإيه وألونها. يبقى أنا كده عوضت الحاجة اللي كانت ناقصاني هنا. الحمد لله الحاجة اللي كانت ناقصاني عوضتها حطيتها هنا. عارف كده أكني عملت إيه؟ اكني هنا كانت في اكنها بالظبط دي كانت كلها متلونه، وانا عملت حفره وشلت الحته المتلونه دي ولزقتها هنا. بس هل انا كده هل انا كده اختلفت في حاجه؟ المنظر اختلف لكن ككميه فراكشن، يعني الجزء اللي متلون، هل اختلف في حاجه؟ لا يا مستر، ما انا مجرد بس شلت اللزقه اللي انا حطيتها هنا، ما اختلفش في اي حاجه، دي مجرد لزقه يعني. تمام. فاعتبر بقى ان الحفره دي كده، اعتبر ان الحفره دي كده هي اصلا في الاول كانت اكنها كانت ملزوقه هنا، اكنها كانت ايه ملزوقه هنا ومتلونه. فده كده كان بيعبر لك على الهاف ولا لا؟ فعلا المستر كان بيعبر عن الهاف. فكل الحكايه اكني جبت مقص وقصيت الجزء ده ولزقتها هنا. هل اللي متلون اختلف في حاجه؟ لا يا مستر، ما هي نفس الكميه اللي متلونه اهي، هي نفس الكميه بالظبط، هي نفس الكميه. المهم ان انا اكني جبت مقص قصيته وحطيته هنا. هل انا مثلا شلت الحته دي خالص بعدتها خالص؟ لا يا مستر. هل رميتها؟ هل صغرتها؟ لا يا مستر. قصيت وجبتها هنا، قصيت وايه وجبتها هنا، فما اختلفش في اي حاجه، ما اختلفش في ايه في اي حاجه خالص. تمام. فبالتالي ده كده بالنسبه لي ايه؟ بيعبر لي فعلا عن هاف. طيب هل يا مستر جي ده بيعبر لي عن هاف؟ لا يا مستر. ايه ده؟ ليه لا يا مستر؟ هو كم في عندي كم مربع متلون؟ عندي مربع سوري كم مربع مش متلون؟ مربع ومربع كده، مربعين مش متلونين. طب عندي بقى كم مربع متلون؟ يا مستر ده واحد اتنين وتلاتة. محدش يقول لي ان الشكل ده من بره، ما انا ماليش دعوة، انا في الاخر بشوف هل اللي متلونين قد اللي مش متلونين. لو يبقى هاف، مش يبقى مش هاف. لازم اتاكد هل اللي متلون قد اللي مش متلون ولا لا. فهنا في مربع زياده، هنا كده عندي ايه؟ مربع زياده مش متلون، فده كده مش هاف، فبالتالي مش هحط عليه دايره. تمام. يا رب ان شاء الله تكون واصله لك، لو فيها مشكله بقولها لي تاني في الحصه، بوريها لي في الحصه ان شاء الله اشرحها لك تاني. السؤال اللي بعده. طيب انا هاخد معاك بس ايه اول سؤال وانت بقى كمله لوحدك، سهل يعني. complete the following and write، يعني بيقول لك كمل اللي جاي ده and write the fraction which represents ذا colored figure. يعني بيقول لك ايه؟ كمل اللي جاي اللي عندك ده واكتب الفراكشن اللي بيعبر عن الايه الكولرد فيجر، الحاجه اللي متلونه، يعني اكتب الفراكشن اللي بيعبر لي عن المتلون. فاكر يا مستر فراكشن يعني بنشد خط، رقم من فوق عدد المتلون ورقم من تحت عدد الاجزاء كلها. المهم number of all parts عدد الاجزاء كلها كام يا مستر؟ 1 2 3 4 5 6.
طيب نمبر اوف كولرد بارتس، عدد الاجزاء اللي متلونه كام يا مستر؟ اللي متلون بس 1 2 3 اهو يا مستر 3. نمبر اوف ان كولرد بارتس، عدد الاجزاء اللي مش متلونه 1 2 3 ده اللي مش متلون. والفراكشن يا مستر كام احنا عارفين بيقول لك انا كده ذا فراكشن which represents the colored figure، الفراكشن اللي بيعبر عن اللي متلون. يعني ايه؟ فاكر لما قلت لك يعني ايه فراكشن؟ يعني بتشد خط وبعد كده اشوف هو بيتكلم عن ايه، بيتكلم عن الفيجر ده. يبقى انا من تحت بكتب عدد الاجزاء كلها، ده كلام قديم، بكتب عدد الاجزاء كلها، اصلا كلها كام؟ كلها 6 اهي. وشوف هو طالب ايه، هو بيتكلم عن الكالر ده برضه، خلي بالك عشان ممكن انا في الامتحان اغلطك، بدل ما اكتب لك كالر اكتب لك ان كالر، ساعتها هتعد اللي مش متلون وتكتبه من فوق، لكن هو عايز الكالرد فهنكتب له اللي متلون. ادينا 1 2 3. يلا السؤال اللي بعده. طب هنا كده بس بيقول لك ايه في السؤال ده؟ بيقول لك find the shapes، يعني اوجد الاشكال that don't represent. خلي بالك هنا من don't، هنا عكسها لك. don't represent يعني اللي مش بيعبر عن هاف. هنا هو عايز العكس، يعني لو عندك هاف لا ما تحطش دايره عليه. خلي بالك ده عكس السؤال ده. هنا كنا بنحط دايره على الهاف، المره دي مش عايزك تحط دايره على الهاف. هو بيقول لك دونت اللي مش بيعبر عن الهاف. ايه اللي هو مش بيعبر عن الهاف؟ جرب. هنا يا مستر اتنين متلونين يبقوا 2 اوفر 4. لا يا مستر ده هاف، ده 2 اوفر 4. تعرف منين برضو ان هو هاف؟ اولا ده درس الايكويفالنت فراكشن. ثانيا انت عارف ان اللي تحت لما او سوري اللي فوق لو عملته باي 2 هيديك الرقم اللي تحت، او اللي تحت تعمل له ديفايدد 2 يديك الرقم اللي فوق. فطبعا 2 باي 2 ايكوال 4، فكده صح ده هاف. طب ده 3 اوفر 4، هل ده يا مستر هاف؟ لا يا مستر 3 باي 2 ب 6 مش ب 4، فده مش هاف، يبقى هو ده اللي انا هختاره عشان ده الغلط. وده برضه نفس نظام ايه، ده عادي جدا 2 اوفر 4. تمام. بس كمل بقى ايه بقيه الاسئله دي لوحدك، هي نفس الحاجه. السؤال اللي بعده. طيب ده كل الحكايه، بس ايه شويه تلوين كده. بيقول لك شيد، يعني شيد يعني يعني ظلل او يعني لون، يعني اكنه بيقول لك كده كلمه color. تمام. شيد يعني color. color exactly قال لك ايه 1 half، عايزك تلونه بالظبط 1 half، لون بالظبط 1 half of each square below. لكل ايه؟ لكل مربع. هو قصده يعني ايه؟ ده كده سكوير على بعضه، وده كده سكوير على بعضه، وده كده سكوير على بعضه، عايزك ترسم لي نصه. تمام. طيب make sure your squares look different from each other. اهم حاجه قال لك اتاكد، make sure يعني اتاكد ان your squares المربعات بتاعتك دي، يعني المربعات دي كده على بعض look different يعني شكلها مختلف. خلي بالك look هنا معناها شكل، look هنا معناها شكلها اهي. شكلها ماله different مختلف from each other مختلف عن بعض. يعني مثلا احنا عايزين نرسم هاف، فاحنا عارفين ان احنا هنلون نص المربعات، هنلون نص الايه؟ نص المربعات. فمثلا لون شوية مثلا يبقوا لغاية هنا، مرة لونهم العكس الناحية التانية كده، مرة مثلا ايه لون بقى شوية مربعات، يعني شوية هنا شوية هنا شوية هنا. المهم ايه ترسم، اهم حاجة طبعا تلون نصهم، تلون ايه نصهم، طبعا انت عد المربعات كلها وشوف نصهم كام. تمام. واهم حاجة التلات مناظر، التلات الوان دول يدوا اشكال مختلفة، يدوا ايه؟ اشكال مختلفة. بس كده. السؤال اللي بعده. طيب ده بقى السؤال بتاع آخر جزء خدناه في الحصة. بيقول لك find the half of area، عايزك توجد ايه؟ half of area. half of ايه؟ half of area يعني نص الاريا of each of the following rectangles، لكل الريكتانجلز دي، لكل الريكتانجلز دي. تمام. يبقى كل الحكاية half of area of each of the following rectangles. choose the way you preferred يعني اختار الطريقة اللي انت تفضلها، اختار الطريقة اللي على مزاجك، اختار الطريقة اللي انت تفضلها براحتك. تمام. طبعا احنا كنا اتعلمنا في الحصة ان احنا اخدنا 3 طرق. اخدنا ايه 3 طرق؟ افكرك بيهم تاني كده سريعا. مرة احسب الاريا كلها وفي الاخر اعملها divided 2، ومرة اقسم اللينس الاول divided 2 واجيب الاريا بتاعت مربع واحد فيهم، ومرة اقسم الويتس هو اللي divided 2 واجيب الاريا بتاعت ايه؟ بتاعت المربع اللي فوق مثلا. تمام. فما تنساش دول ال3 طرق. يبقى تاني تجيب الاريا تعمل ديفايدد 2، تقسم اللينس وبعد كده تحسب الاريا بتاعت الريكتانجل واحد بس،
او تقسم الويتس وتحسب الاريا بتاعت ايه ريكتانجل واحد بس. تمام. ده كده ايه كنت بفكر كده سريعا كنا بنعمل ايه. تمام. فهو هنا قال لك ايه، قال لك طبعا تشوز، اختار انت الطريقه اللي ايه اللي انت عايزها براحتك، اختار الطريقه اللي انت ايه عايزها براحتك، مش هيفرض عليك حاجه. تمام. بس فانا في الاول كنا بنحسب له الاريا، اكتب الرول وحل عادي جدا نفس الاريا، وبعد ما تجيب الاريا في الاخر بنزود له الكلمه، بنقول له الكلمه ايه، ها فاكر؟ بص هي الجمله اهي area of half of rectangle. طبعا يعني سيبك انت من كلمه جاردن دي عشان دي كانت تبع الشرح يعني. المهم بنكتب ايه ساعتها عشان ما تتلخبطش، مش مشكله عشان ما تتلخبطش، اهو بنقول له ايه، بنقول له area، اهو بنقول له area of half of rectangle، او ممكن نقول له بطريقه تانية half of the area of rectangle. هي دي يعني هي نفس الكلمه area بتاعت الاريا بتاعت الهاف اوف ريكتانجل، يعني اريا نص الريكتانجل، او طبعا الهاف اوف اريا اوف ذا ريكتانجل اللي عندك ده، يعني نص الاريا بتاعت الايه الريكتانجل اللي عندك ده. تمام. فايا كان عايز تكتبها كده عايز تكتبها كده صح، لو خلينا مثبتين عشان خاطر ورق الشرح خليها ايه، خليها بالجمله دي احنا كنا متعلمينها حتى في ورق الايه في ورق الشرح. تمام. وما تنساش طبعا بعد ما تجيب الاريا، تمام، هو طبعا هنا عشان 2 باي 6 في الاريا ب 12، فما تنساش تروح عامل ايه، تقول له هنا كده الايه اللي هو يعني ايه 12 divided 2 equal كام equal 6. تمام. بس عايز هنا مثلا تجرب بقى تقسم دي، طبعا ال 8 تقسمها هتبقى هنا 4 وهنا 4 وتشتغل على مربع واحد بس، ماشي. عايز تقسمها كده وتشتغل على المربع اللي فوق ده، سوري المستطيل ده الريكتانجل ده، دي 8، طبعا دي نص الفور عشان دي 4، دي كلها 4، فدي بس حته صغننه دي ب 2 دي ب 2. تمام. بس اهم حاجه ما تنساش بس ان انت تقول له من فوق، تقول له لو انت عايز تحلها تقول له نيو، تقول له مثلا نيو ويتس، نيو ويتس ده يعني الويتس الجديد، ادي مثلا ايكوال كام، ايكوال 4 ديفايدد 2 ايكوال 2 سنتيمتر. بس ده انت كده عرفته ان ده كده الويتس الجديد، ده كده الايه الويتس الجديد، اللي هو انت هنا اشتغلت على، او بلاش نيو ويتس عشان المصحح في المدرسه ما يزعلش، خليها ايه هاف اوف ويتس، هاف اوف ايه هاف اوف ويتس، بس بقى احنا كده نقول كده ايه هاف اوف ويتس، يبقى قد ايه ده كده الجزء ده. او لو انت كنت عايز تقسمها له تقسمها له كده يبقى اسمها ايه هاف اوف لينس، هاف اوف ايه هاف اوف لينس، على حسب انت بتقسم اللينس تقول له هاف اوف لينس، بتقسم الويتس تقول له ايه هاف اوف ويتس. تمام. بس وشوف انت ايه عايز تحل بأي طريقه، هل تحل كده براحتك، عايز تجيب الاريا بتاعت المربع اللي فوق ماشي، عايز تحل كده وتجيب له الاريا بتاعت المربع ده كده لوحده ماشي، يعني كل الحكايه تقول له مثلا ايه يعني في الحته دي كده مثلا تقول له 4 باي 4. تمام. في الحته دي كده تقول له ايه، تقول له كده 4 باي 4. طيب مثلا هنا لو انت قسمتها كده هتقول له كده بقى ايه 8 باي 2. تمام. بس كده. السؤال اللي بعده. طيب هنا كده بيقول لك ايه، بيقول لك هنا كده أميرة shades the rectangle as shown below، يعني بيقول لك أميرة لونت، قلنا shade يعني لونت الريكتانجل ده زي ما انت شايف كده ايه تحت اهو as shown below، يعني زي ما انت شايف ايه تحت. and says one half of the big rectangle is shaded، وقالت لك ايه، بتقول لك ان one half يعني نصه، يعني هو بيقول لك one half of a big rectangle is shaded، يعني كلمة one half يعني اللي هي 1 over 2، يعني كلمة one half يعني 1 over 2. تمام. فبيقول لك 1 over 2 of the big rectangle is shaded، يعني نص الريكتانجل ده متلون. فبيقول لك do you agree، هل انت بتوافق على الكلام ده؟ ولو بتوافق طبعا هتقول له يا يس يا يس يا نو، وهنا كده هتقول له why or why not، يعني ليه او ليه لا، يعني سواء بتوافق ليه، مش بتوافق طب ليه مش بتوافق، اللي هي why not. وطبعا ايه اشرح اللي انت يعني برضه اكسبير يعني اشرح. طيب هنعرف منين يا مستر اذا كانت هو 1 هاف او لا؟ طبعا نعد، بس ما فيهاش حاجه كده يعني. طبعا دي كلها كام، ادي 1 2 3 4 5
مش هنحتاج بقى نعد كله يعني، المهم ايه دول كده 5 1 2 3 4 5 6 ودول كده 6. كلهم كام مربع في الاخر يا مستر؟ كلهم 30 مربع، عشان دول 5 طبعا متكررين 6 مرات. دي 5 5 5 5 5 5 اللي هي 6 باي 5 سوري 6 باي 5 بكام؟ ب 30. يبقى دول كلهم كده 30 مربع. عد اللي متلون كام. طلعوا 15 ماشي هاف، ما طلعوش 15 يبقى مش هاف. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. فعلا يا مستر طلعوا كام مربع يا مستر؟ فعلا يا مستر طلعوا 15. يبقى انا كل الحكايه هقول له ايه؟ هل دو يو اجري؟ هل انت بتوافق على اللي اميره بتقوله؟ فعلا يا مستر اميره صح، اميره بتقول كلام مظبوط، يس. طيب ليه؟ فاكر الجمله السحريه اللي قلتها لك في الحصه؟ هي دي هنكتب بقى لما يجي يقول لك ليه هنكتب له عشان الكلمة دي اهي. او قال لك هو because بقى ايه؟ the number of colored parts equal the number of uncolored parts. هنكتب الجملة دي زي ما هي، يبقى because the colored parts عشان ال colored parts equal the number of uncolored parts. تمام؟ بس كده. برضه نفس النظام، اعمل انت 7 لوحدك. تمام؟ وهسيبك برضو ايه كده، فكر كده في دي شوف هتفهمها ولا لا. تمام؟ فكر برضو ايه في دي لوحدك. كلمة ليفت بس يعني المتبقي. تمام؟ هاف كارتون ليفت يعني بيقول لك نص الكرتونة متبقية. يعني اللي هو يعني زي ما يكون كده ايه، نص الكرتونة فاضي يعني. بيقول لك يعني ايه؟ بيقول لك ان يعني هاف الكرتون ليفت، نص الكرتونة متبقية فاضية يعني. تمام؟ انا بس هحل معاك ايه 9. بيقول لك انا كده ايه، ياسين and his brother are organizing chocolates. يعني بينظموا ايه؟ بيقول لك organizing يعني بينظموا الشوكولاته. بينظموا الايه؟ بينظموا الشوكولاته. تمام؟ بيحطوا كل الشوكولاته كده في مكانها وبينظموها بيرتبوها يعني. ياسين says there is half of carton left. يعني بيقول لك ياسين بيقول لك ايه؟ ان نص الكرتونه متبقيه. نص الكرتونه مش فيها شوكولاته يعني متبقيه. برضه do you agree why not والكلام ده. كل الحكايه برضه هنعد. ادي مربع 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30. بس كده يا مستر. شوف انت بقى ايه في كام واحدة ايه، في كام واحدة عندك شوكولاتة. تعال نشوف. طلعوا 15 تمام، يبقى اللي متبقين 15 يبقى فعلا ايه هاف، اللي هو نص ما هو فاكر انت الجملة السحرية نص الكالرد قد الانكالرد ايكوال انكالر. هي دي. ما هو يبقى ما هو لو نص الكرتونة مليانة يبقى اكيد النص التاني فاضي. سبحانك يا رب يعني. تعالى كده نشوف. ادي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. طلع 11 بس من الكرتونة فيهم شوكولاتة. طلع 11 ايه؟ طلع 11 من الكرتونة فيهم شوكولاتة. سوري، هو كان عايز مين؟ هو كان عايز هو كان عايز الفاضي، بس مش مشكلة. انت كده كده عارف طالما ان هو ما طلعتش 15 يبقى بالتالي ايه؟ بالتالي مش نص الكرتونة فاضية. لو برضو متلخبط عد الفاضي اهو. ادي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 يا مستر اهو. هل دي 15؟ لا يا مستر، طالما مش نص الكرتونه. ما انا عايز نصها. انا في الاخر انا عايز ايه؟ انا في الاخر عايز هاف. انا عايز هاف. هل ال 19 دي نص ال 30؟ لا يا مستر، ال 19 مش نص ال 30. اللي نص ال 30 هي ال 15. فدي مش هاف. فهنقول له ايه؟ طبعا هنقول له هل دو يو اجري؟ هل انت توافق ان فعلا نص الكرتونه؟ لا يا مستر، هنقول له نو. ياسين طلع كلامه غلط. طب ليه؟ هنقول له نفس الكلمه دي بس هنغير حاجه اهي. شايف انت الجمله دي؟ المره دي بقى نقول له ايه؟ because the number of colored parts. هنكتبها زي ما هي. هنشيل بس كلمة ايكوال دي. هنقول له بقى ايه؟ هنقول له بقى المرة دي نوت ايكوال. نقول له بقى نوت ايكوال. بس نوت ايكوال ذا نمبر اوف uncolored parts. يبقى انا هنزل الجملة زي ما هي بس هشيل الايكوال واحط مكانها ايه؟ نوت ايكوال، عشان خلاص ما بقوش قد بعض. بس طبعا مش عايزين نكتب دي بالظبط. عايزين طبعا نكتب الكلام اللي ماشي مع المسألة عشان ما نبقاش بنل وخلاص يعني. فبص هنقول له كده ايه؟ نقول له كده no because the number of. هنقول له كده full spaces. يعني ايه full spaces؟ المساحات المليانة.
كلمة سبيسز يعني المساحة، ما دي دي اسمها مساحة، حاجة فاضية اهي، مساحة مساحة مساحة، الحتة الفاضية دي اسمها مساحة. فول يعني مليان. فالمساحات المليانة دي because the number of full spaces because the number of full spaces هنقول له كده equal doesn't equal يعني مش بتساوي the number of ايه the number of empty spaces empty spaces. يعني بيقول لك النمبر اوف فول سبيسز، العدد بتاع الفول سبيسز doesn't equal to the number of ايه of empty spaces، الاجزاء اللي مش متلونه. كلمه سوري كلمه empty بس يعني فاضي، كلمه empty يعني فاضي، spaces يعني مساحه، تمام، empty يعني فاضي بس. المساحات اللي هي المليانه، اللي هي فيها شوكولاته، يعني المساحات المليانه، تمام، مش بتساوي doesn't equal المساحات الفاضيه. الفاضي مش قد اللي مليان، تمام. بس السؤال اللي بعده بيقول لك هنا كده ايه، بيقول لك هنا كده رامي بوت، انا بس اللي تشوز سهل ايه حله انت لوحدك. في كويشن 11 بيقول لك رامي بوت ا بيس اوف جاردن، يعني رامي اشترى قطعه من الجاردن، تمام، قطعه حديقه يعني اشتراها على شيب ريكتانجل. ماشي جميل. خلينا نحط بس ايه الكلام، خط تحت الكلام مهم. يبقى هو اشترى جاردن، تمام، على شكل ايه ريكتانجل. The garden's dimensions، كلمة dimensions يعني الأطوال، كلمة dimensions يعني الأطوال، اللي هو اللينس والويتس يعني. طيب فبيقول لك ال dimensions are 8 meters by 10 meters. قلنا يا مستر ال 8 وال 10 ده اللي هو اللينس والويتس، تمام. طب مين فيهم اللينس؟ أكيد ال 10. مين فيهم الويتس؟ اللي هو ال 8، تمام. he wants to plant، هو نفسه أو يعني هو عايز يزرع. كلمة plant هنا معناها يزرع، عشان جاية بعد كلمة to، فأي حاجة بتيجي بعد to بتبقى verb. فبلانت هنا مش معناها نبات، بلانت هنا معناها يزرع بقى. يبقى هو عايز يزرع apple trees، عايز يزرع شجر تفاح in the half of garden، في نص الحديقة. بيقول لك هنا كده what is the area of half of garden. طيب أظن سهل يعني، سؤال خلاص واضح يعني. فأنت بترسم له الريكتانجل، هنا أنت عارف إن ده اللينس وده الويتس. هتقول له كده عادي الاريا اوف جاردن يعني مساحة الجاردن، وتحلها عادي جدا، تعمل الرول وتكتب الارقام وعادي. بعد كده في الاخر هتقول له كده ايه، بعد ما تخلص هتقول له كده اريا اوف هاف اوف جاردن، يعني المساحة بتاعت نص الحديقة، المساحة بتاعت نص الحديقة. يعني طبعا خلاص رسمنا الريكتانجل، فبنجيب المساحة، وبعد ما بنجيبها قلنا بنعمل ايه، بنعمل هاف. كلمة هاف يعني ايه؟ طبعا لما تيجي تجيبها، لما تيجي تحسب الاريا دي هتطلع لك في الاخر 80، عشان انت عارف ان 8 باي 10 ب 80. طبعا ما تنساش ان انت تروح عامل لها ايه ديفايدد 2، بنعمل لها ديفايدد ايه 2، تمام. طبعا تديك كام؟ تديك 40 متر سكوير. ما تنساش هنا في متر وهنا في ايه متر، تمام، وهنا ايه متر سكوير، تمام، وادي ايه 40. يلا السؤال اللي بعده. مش هحل معاك 12، حل انت بقى لوحدك، هو سهل. كل الحكايه بس كلمه فينسد جاردن. فينسد دي يعني سور، تمام، اللي هو السور اللي حوالي، يعني انت مثلا عندك الحديقه اهي، هو حاطط لها سور بس، تمام، يعني حاجه كده حواليها يعني، تمام، عشان يحميها يعني، تمام. فكل الحكايه بس ده السور بتاع الجاردن يعني. بس اقراها انت ايه وفهمها مع نفسك، سهله يعني. لو في برضو فيها مشكله بقى قولها لي في الحصه. طيب ركز بس عشان خاطر السؤال ده ايه في فكره كده. بيقول لك انا كده ايه، جانا needs to paint a wall equally with two different colors. يعني جانا عايزه ان هي آه ترسم حيطه equally with two different colors. يعني هي عايزه ايه different colors ملونين الحيطان. ونفترض مثلا عندي حيطه اهي بالمنظر ده كده، هو حط اديها لك اهو the wall is 8 meters by 4 meters. قلنا يا مستر المنظر ده كده معناه اللينس والويتس، 8 meters by 4 meters ده اللينس والويتس، ده اللينس اهو ده الويتس، تمام. دي متر ودي ايه متر، تمام. طيب وهو عايز يلونها كده، عايز ايه يلون بس باتنين different colors. طيب
طالما ان انا قلت عايز الون، هو انا كنت شغال من بره ولا التلوين ده بيبقى من جوه؟ التلوين ده يا مستر من جوه. من جوه ده يعني ايه؟ مساحة. خلي بالك قلنا كلمة سحرية بتاعتنا، اللي من بره بريمتر واللي من جوه اريا. طالما ان انا اتكلمت من جوه، اتكلمت على مساحة من جوه، يبقى انا بتكلم على اريا. بتكلم على ايه اريا؟ طالما ان انا بتكلم على الوان من جوه الحيطة، يبقى انا شغال على اريا. شغال على ايه؟ اريا مش بريمتر. عشان ايه تاخد بالك بس. خلي بالك هو قال لك هي عايز يلونها equally with two different colors. طالما عايز يلونها بلونين مختلفين، عايز يلونها ايه؟ بلونين مختلفين. وانا افترض مثلا ان انا هقسمها كده، هنا جزء لون، هنا جزء كده لون، وهنا جزء ايه؟ لون. بس هي دي فكرتها. هو بيقول لك how much of the wall should he paint with one color. يعني ايه هي الكمية من الحيطة، ايه هي الكمية اللي على الحيطة اللي المفروض should he paint، المفروض يلونها بلون واحد. بلون ايه؟ واحد. تمام. فطبعا لو هتكلم على اللون ده، فطبعا دي نص المساحة، دي كده نص الايه؟ نص المساحة. بس ففي الاول عادي هتحسب له الاريا اوف وول. الاريا بتاعت الوول تحسبها عادي، بيكتب الرول ويحل عادي بالارقام. وبعد كده طبعا ايه، طالما ان احنا عايزين النص المساحة، فهنقول له كده ايه؟ فاكر بقى شوية كلام قديم لما يجي يقول لك هاو ماتش، فاحنا بنقول له ايه؟ ذا اماونت. بس فاكر؟ تمام. هنقول له كده ذا اماونت should should she paint اهي. should she، او بلاش should she، خليها ماشي، مش مشكلة ايه، خليها زي amount should she paint with one color. تمام. يبقى ايه؟ بيقول لك انا كده ايه؟ the amount يعني الكمية اللي المفروض يلون بيها بلون واحد. الكمية اللي المفروض يلون بيها ايه؟ بلون واحد. ما تنساش بعد ما تجيب الاريا، تمام، هات الاريا واعمل لها divided ايه؟ واعمل لها divided 2. هتجيب الاريا عندك بتاعت المساحة كلها. طبعا انت هات الاريا بتاعت المساحة كلها واعمل لها انت divided 2. تمام. طبعا انت عارف انت المفروض طبعا انت كنت عامل 8 باي 4. وما تنساش لما تجيب الرقم اعمله ايه؟ divided 2. divided ايه؟ 2. ما تنساش. تمام. عشان تجيب نص المساحة يعني. تمام. فهي دي الكمية اللي هي محتاجاها علشان تلون. علشان ايه؟ تلون جزء واحد بس. عشان ايه؟ تلون جزء واحد بس. دي الكمية اللي هي محتاجاها. تمام. يبقى انت جبت الكمية كلها وعملت لها divided 2 علشان تجيب الكمية ال الشوية اللي هي عايزاها، مش الشوية اللي هي ايه؟ عايزاها. انا عارف ان السؤال رخم، حاول معلش رجع الفيديو فهمه تاني. ما فهمتوش يبقى ايه؟ مفيش مشكلة، اسألني في الحصة ان شاء الله هجاوبك. تمام. السؤال اللي بعده. طيب السؤال اللي بعده هنا بيقول لك ايه؟ بيقول لك هنا كده علاء، سوري، علا is wrapping presents. يعني ايه wrapping presents؟ كلمة wrapping presents يعني بتلف هدايا. يعني مثلا عندك صندوق فيه هدية، فبتلف هدايا يعني بتجيب شريطة وتلف بيها الهدية يعني عشان تعملها شكل جميل. لو مش فاهم معناها ثواني. انا احب نفهم الكلام بالايه، انا احب نفهم الكلام بشكل عملي كده وشكل وشكل كده اعرف اشوفه. بص دي كلمه رابنج بريزنتس اهي، دي احسن مثال ليها اهي. كلمه رابنج بريزنتس ان انا يعني بجيب شريطه وقاعد بلف في هدايا. ماشي. طيب فهنا كان بيقول لك ايه؟ she needs 32 square units. ركز في السؤال ده بالذات والسؤال اللي بعديه عشان صعبين جدا. انا طبعا مش هحلهم، انا بس هترجم لك السؤال هفهمه لك وانت تكمل الباقي. she needs 32 square units to wrap a present. طيب حلو قوي. يعني يا مستر كلمة square units دي المقصود بيها ايه؟ نركز دايما في اليونتس. نركز في الايه؟ في اليونتس. كلمة 32 square units يعني قصدي يقول لك ايه؟ هي محتاجة الاريا. ما هي في الاخر دي عبارة عن ايه؟ يعني ايه يعني ايه كلمة square units؟ ودي بقى تاخدها في اعتبارك من دلوقتي لغاية بعد كده ان شاء الله لما تكبر. انه مش شرط تيجي يقول لك الاريا ايكوال 32 سكوير يونتس، لا. هو ممكن يديك في النص كده رقم، تمام، ما قالكش الرقم ده بتاع ايه، بس مديك اليونت بتاعته، مديك الاريا يونت. فواضحه قوي سكوير يونت دي بتاعت مين يا مستر؟ سكوير يونت دي بتاعت الاريا، فانا عارف ان دي اريا، انا عارف ان دي ايه؟ اريا. تمام. طيب فهو محتاج الاريا دي علشان خاطر يلف بيها الهدايا. طب هو بيقول لك ايه؟ يا ترى هاو ميني بريزنتس، كم عدد الهدايا اللي كان شي راب اللي هي هتقدر تلفها
if her paper is 8 units long by 6 units wide. طيب يبقى هي عايزة. طيب بالنسبة بقى للورقة، الورقة اللي هو عايز يلفها، هو بيقول لك إيه هو يا ترى هقدر ألف كام هدية؟ شي كان رات تلفها لو الورقة بتاعتها، الورقة اللي عايز تلف بيها هي عبارة عن 8 يونت و6 يونت. يعني إيه مستر 8 يونت باي 6 يونت؟ طبعا أظن شرحتها لك مليون مرة إن كلمة 8 و6 دي المقصود بيها الإيه؟ اللينس والويتس بتوعك. فطبعا هو واضح قال لك لونج، يبقى ده مثلا اللينس وده الإيه وده الويتس. طيب دلوقتي يا مستر احنا الهدية كام؟ الهدية مساحتها 32، الاريا بتاعتها ب 32. طيب هي فكرتها عاملة ازاي؟ انا بس هديك بس ال الحتة بس اللي هتساعدك تحل، وانت فكر فيها لوحدك. طبعا عشان خاطر اعرف ازاي هغطي او ازاي هقدر ان انا فعلا الف الاريا دي كلها، ازاي هعرف اخلص الاريا دي كلها، محتاج ان انا اشوف الاريا دي كمان هل هتكفي اصلا كام هدية ولا لا. يعني هل اصلا في ممكن تكفي؟ خلي بالك أنا عادي ممكن اقول لك ان الاجابة زيرو. ما هو لو اصلا الاريا اللي هنا، الاريا اللي هي بتاعت الورق اللي انا محتاج الف بيها اصلا صغيره، فبالتالي مش هلف ولا هديه. طب لو الاريا اكبر شويه ممكن الف هديه واحده. لو الاريا اكبر واكبر ممكن الف اتنين، تلاته، اربعه، وهكذا. طيب بنعمل ايه يا مستر؟ طبعا انا اديتك اهو اديتك الزقه اللي هتحل لك بيها المساله، ان انت تحسب بس ايه، ان انت تحسب الاريا. فلو جينا حسبنا من هنا مثلا الاريا، نيجي هنا مثلا كده نقول له اريا اللي هي اريا اوف بيبر بتساوي 8 باي 6 اللي هي بكام؟ ب 64. سوري 48. تمام. ما ننساش طبعا نقول له ايه، نقول له سكوير يونتس. ماشي. طيب كده الحمد لله انا جبت في الايه، انا كده جبت الاريا في الاول. ماشي. شوف انت يا ترى بقى هنا كده الاريا، طب كده الحمد لله الاريا فعلا طلعت اكبر من الهديه نفسها. ما هو خلي بالك الهديه اصلا، الهديه اهو، الهديه هي اصلا عندها الاريا ب 32، لكن الورقه اللي انا هلف بيها الهديه طلعت ب 48. فالحمد لله طلعت اكبر، يعني على الاقل محتاجه الف هديه. طيب شوف انت بقى ال 48 دي هتكفي كام بريزنت، هتكفي كام ايه بريزنت. بس انا مش هحل السؤال، هسيبك انت تفكر فيها وتطلع لي عدد البريزنتس. تمام. يلا السؤال اللي بعده. طيب هي برضو خلاص طالما ان انت حليت 14 هي 15 نفس فكرتها برضو. مروان is wrapping presents، برضو مروان بيلف هدايا. He needs 15 square units to wrap one present. اهو المرة دي قال لك محتاجين كام؟ محتاجين 15 square units تمام عشان يلف هدية. How many presents برضو can he wrap if his paper، لو الورقة بتاعته المرة دي 6 units long by 5 units wide. تمام. طيب خلاص بقى احنا طالما احنا قلنا فكرتها في رقم 15، رقم 14 هي ايه، سوري رقم 15 هي رقم 14. بس فكر انت بقى ايه في المسألتين دول مع نفسك. تمام. يلا السؤال اللي بعده. طيب آخر سؤال بيقول لك if half of area of a rectangle is 20 square centimeter. ماشي يبقى هو كده خلي بالك هو اداك ايه، خلي بالك هو اداك الهاف. ماشي هو اداك هاف الاريا ب 20 سكوير سنتيمتر. قال لك اللينس ب 8 سنتيمتر. اللينس بكام؟ اللينس ب 8. هو بقى عايز الويت. طيب بص، هو يعني يعتبر انا كده ايه، يعني انا كده ترجمت لك السؤال. انا قلت لك الهاف الاريا ب 20 وادي اللينس ادي 8. هو بقى عايز الويتس. فانا مش هعرف اوضح فيها حاجه اكتر من كده، فهسيبها لك انت بقى تفكر فيها. تمام. ولو ما عرفتهاش يبقى ايه، وريها لي في الحصه نشرحها مع بعض. تمام. بس عشان اجابه سيبك انت ايه، اسيبك انت تفكر فيها لوحدك من غير ما حد يساعدك. تمام. طيب كده خلاص خلصنا الحل بتاعنا لإكسرسايز 28. تمام. حاولوا الأسئلة اللي غلطتوا فيها ترجعوا تحلوها تاني بإيديكوا. ذاكروا كويس، ربنا معاكم، مع السلامة.